بيبدأ فيلم النهاردة بجون ستارتون، عميل بريطاني في جهاز الأمن الخاص. بيتم تكليفه هو وزميله مارتن لإيران لمنع سرقة سلاح فتاك كفيل إنه يدمر البشرية. بنشوفهم دلوقتي في الساحل الإيراني، تحديدا في مضيق هرمز، وهم بيعوموا لحد ما بيوصلوا للبر، وبيتمشوا وقتها بأسلحتهم يمشطوا المكان. ولما بيتأكدوا إن مفيش حد حواليهم بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لكابينة فيها مضخة مية شديدة جدا. في نفس اللحظة دي بتبقى العميلة تشان في نفس الفريق اللي مسؤول عن المراقبة، كان معاها 2 عملاء كمان، سبينكز مسؤول الاتصالات والعميل توم ده اللي بيساعدهم. بتقدر تشان وقتها تعطل المضخة، فبالتالي بتوفر لهم وقت يدخلوا من خلالها، وبيكون لازم يوصلوا للناحية التانية للمستودع ويروحوا للهدف قبل ما المضخة تشتغل مرة تانية وتقطعهم لأشلاء. فبيبدأوا يجهزوا نفسهم وبيدخلوا من خلالها فعلا، وبيفضلوا يعوموا تحت ضغط شديد لحد ما فجأة بتلاقي تشان إن حصل عطل في بدلة السباحة الخاصة بجون ومارتي، ومستوى الخطر ارتفع بنسبة 50% فجأة. ده غير كمان الأكسجين اللي بدأ يقل. فساعتها بيستنتج جون إن المية أكيد فيها مواد كاوية هي السبب، فبتطلب منهم تشان يقاوموا ويكملوا لحد ما فجأة اسطوانة الأكسجين بتاعت مارتي بتخلص وبيقلعها. بس وقتها بيوصل جون للمكان اللي هيطلعوا منه، وبيستخدم كماشة كده إنه يفتح فتحة تخرجهم، وبيدي لمارتي أنبوبة أكسجين يدوية يستخدمها مؤقتا لحد ما يخرجوا من الفتحة. لكن بتقابلهم مشكلة تانية، وهي إن المضخات بتبدأ تشتغل فجأة بدون سابق إنذار، ومحدش من باقي الفريق المسؤول عن المراقبة بيكون عارف السبب. بس لحسن الحظ بيقدروا يمسكوا في بعض وبيخرجوا من المكان بأمان. وبعد بقى ما بيوصلوا للناحية التانية من المستودع بيستوعبوا انهم مش هيقدروا يخرجوا تاني عن طريق المضخات، وده لان الاكسجين خلص منهم خلاص، وكمان تشان مش هتقدر تعطلها مرة تانية. فبيطلب جون منها انها تجهز لهم طريقة تانية تخرجهم بيها من المكان ده بمجرد ما يخلصوا المهمة. وبيبدأ بقى هو ومارتي يفضلوا كده ماشيين ورا بعض بالأسلحة، وهم بيدوروا على العمال اللي موجودين في المكان أو حتى الحراس. لكن الغريب إنهم مش بيلاقوا أي حد إطلاقا، فبيبدأوا وقتها يزرعوا متفجرات في أماكن متباعدة. لما بتعرف تشان بقى بتستغرب هي كمان، لأن المستودع ده بيكون فيه عمال كتير جدا بيشتغلوا على مدار الساعة، وعلشان كده بتطلب منهم يدخلوا لمعمل الأبحاث ياخدوا الهدف اللي جايين علشانه ويخرجوا بسرعة من الباب الخلفي. وعرفتهم إن بعدها هتقابلهم طيارة هليكوبتر من الفريق تاخدهم ويمشوا على طول. فبيدخلوا هما الاتنين فعلا للمعامل، وهناك بقى بيشوفوا الصدمة. العمال كلهم ميتين وجثثهم مرمية في كل مكان، وكمان السلاح البيولوجي اللي جايين علشانه مش بيلاقوه في أي حتة. فساعتها بيستوعبوا إن كان في حد عارف بإنهم جايين وأخد احتياطاته وجه قبلهم. جون بقى وقتها بيتوتر وبيطلب من تشان تخلي الهليكوبتر تستناهم عند مخرج تاني، وده لأنه مش مطمن للموضوع وممكن يكون في كمين مستنيهم ولا حاجة. وبالرغم من إنهم بالشكل ده ممكن يدخلوا للمجال الجوي الإيراني وهيحصل مشاكل، إلا إن ما بيكونش عندهم أي خيار تاني. وبيفضل ماشي مع مارتي لحد ما فجأة بيتضرب عليهم نار من بعيد، فبيستخبوا بسرعة. وساعتها بيشوفوا العصابة وهم بيحاولوا إنهم يصيبوهم، لكن للأسف ما بيقدروش بسبب عددهم الكبير وما بيبقوش عارفين يركزوا إطلاقا. وقتها بس بيفجر جون المتفجرات اللي زرعها علشان يشغلهم شوية، وبيستغلوا الوقت ده في إنهم يتحركوا بسرعة ناحية عربية علشان يسرقوها. لكن وقتها بيتصاب مارتي في رجله، فعلى طول بيدخلوا جون جوه وبيحاولوا يشغلوها ويهربوا بأي طريقة. لكن المشكلة إنهم بيتفاجئوا ب3 عربيات من العصابة وراهم بالأسلحة وعاوزين يقتلوهم، وبتحصل وقتها مطاردة شرسة جدا بالأسلحة بينهم وبين بعض، لحد ما بيدخل مارتي لساحة مسابقة كبيرة جدا. بيقدر وقتها يشغلهم ويحاول يهرب، بس للأسف بيكون أخد طريق البحر ومفيش قدامه أي مخرج. فبيضطروا ينزلوا ويقفوا ورا العربية ويضربوا عليهم نار كده من بعيد على أمل يصيبوهم ولا حاجة. لكن المشكلة برضو في عدد العصابة الكبير جدا ده، غير الأسلحة المتطورة اللي معاهم، وكانوا برضو محاصرينهم من كل مكان. في اللحظة دي بينزل جريجور من عربيته وبياخد من المساعد بتاعه قناصة، وبيفضل مستني اللحظة المناسبة. وفجأة بيضرب طلقة في رقبة مارتي بيوقعه على الأرض، واللي بسببها بينزف كمية دم كبيرة جدا. لكن لحسن الحظ الطيارة الهليكوبتر بتوصل، فبيقوموا جون من على الأرض وبيفضل سنده لحد ما بيطلعوا الطيارة. وبيحاول بقى بكل الطرق إنه يعمل له إنعاش لحد ما يوصلوا للمقر والدكاترة تحاول تنقذه، لكن للأسف بيفارق الحياة بين إيديه. والأصعب من كده كمان إن جون بيكون قاعد قدام جثته مش مستوعب، وفجأة بترن مرات مارتي، وطبعا ما بيكونش عارف يقول لها إيه وبينهار.
المهم بعد يومين من اللي حصل ده بيرجع جون للمدينة مرة تانية، وأول حاجة بيعملها بيروح للسفينة اللي كان دايما بيقعد فيها هو ومارتي، وبيحاول بقى يتأقلم على عدم وجوده لكنه ما بيقدرش، فبيجهز نفسه وبيروح عند بوب، وده أقرب شخص لجون واللي دايما بيقضي معاه معظم وقته، واللي ساعتها بيتصدم لما بيعرفوا بخبر موت مارتي، فبياخدوا للبار وبيفضلوا يشربوا سوا علشان ينسوا شوية لحد ما بيدخل عليهم الليل وبيرجعوا تاني. وساعتها بقى بيفضل جون طول الليل يفتكر مارتي لما كان مبسوط جدا ان مراته ولدت واخيرا هيكون عنده ابن يشيل اسمه، وده بيخليه يحزن جدا. المهم تاني يوم بيروح جون للندن وبيتوجه للمركز على طول، وبيقابل وقتها رئيس الجهاز الامن بنفسها واللي بيكون اسمها سمر، واول ما بتشوفه بتتعصب عليه لانه خالف قوانين المركز ودخل الطيارة الهليكوبتر بأمر منه للمجال الجوي الإيراني، وطبعا ده عمل لها مشاكل وكمان نشرات الأخبار بتتكلم عنهم، لكن لما بتهدى كده بتتفهم إنه كان ضروري يحصل ده، وبتتأسف له على اللي حصل لزميله وبتعزيه، وبتطلب منه يتمالك نفسه كده لأن المهمة لسه ما خلصتش، لأنها مش مستعدة تقبل بالخسارة أبدا، ولأن جريجور سرق الحاجة اللي كان المفروض يمنعوا سرقتها ويدمروها قبل ما تدمر البشرية، بتبقى قلقانة جدا وعاوزاهم يتصرفوا بأسرع وقت ممكن. وقتها بيفهمها إنه مستعد ينفذ باقي المهمة لكن بدون ما يتسرعوا ولازم ينظموا نفسهم الأول، وفي نفس الوقت ده بتبقى تشان بتراجع آخر تسجيل سجلته كاميرات المراقبة اللي كانت في البدل الخاصة بجون، وبتحاول وقتها تطلع بأي دليل يربطها باللي كان السبب في موت مارتي، لكن بيدخل عليها جون بيتأسف لها لأنه غير الاستراتيجية اللي كانت مخططة لها وبيعترف بغلطه، وبيقعد جنبها يراجع التسجيل برضه، ومع التدقيق بيشوفوا الشخص اللي ضرب عليه النار، لكن بيكون وشه مش واضح وما بتقدرش تعمل زوم أكتر من كده، بس اللي بيستنتجوه من كل ده إن الناس دي أيا كانت مين هم أكيد كانوا عارفين بإنهم هيجوا للمكان وعملوا حسابهم على كل حاجة. المهم بعدها بيروح جون للقاعدة البحرية الخاصة بالمركز، وهناك بيشوف صور لمارتي ومراته، وبيفتكر لما نصحوا انه ما يحطش نفسه في اخر مهمة ويتقاعد، لكنه رفض وقال له انه عاوزها تبقى الختامية بتاعته. في نفس اللحظة دي بيجيله هانك وده الشخص اللي هيكون بديل لمارتي في المهمة، ويبقى طبعا جون مسؤول عنه، وبيحكي له وقتها وهما بيتمشوا انه كان على معرفة قوية جدا بمارتي لانه انقذه اكتر من مرة في ساحة الحرب لما كانوا بيخدموا في الجيش سوا، وبيكون هانك مستعد انه يعمل اي حاجة بس علشان ياخد حق مارتي وينتقم له، لدرجة انه رفض 3 مهمات قبلها وترقية علشان ينفذ خطته ويقدر ينتقم له، لكن الكلام ده ما بيعجبش جون ابدا، وبيحذره انه لو طلع بره الخطط اللي بيحطوها او عمل تصرف من دماغه بأمر واحد منه هيرجعه تاني للولايات المتحدة. وعلى العموم بيروحوا سوا يحضروا محاضرة، وبتقول وقتها سمر لكل اللي موجودين عن السلاح البيولوجي اللي بيتكلموا عنه ده، وبنعرف وقتها ان اسمه ساتان، واللي بيكون واحد من اخطر وافتك الاسلحة البكتيرية المتنقلة في الهواء اللي ممكن البشر يستخدموها علشان ينهوا حياة مخلوقات حية تانية. ولما بتسألهم عن اي معلومة قدروا يوصلوا لها بتوريها تشان صورة الشخص اللي شافته بيضرب نار على مارتي، وساعتها أول ما بتشوفه بتتعرف عليه فورا، وبتعرفهم إن اسمه جريجور وده عميل من المخابرات الروسية، لكن السبب في إن أجهزتهم مش قادرة تتعرف على صورة وشه هو إنه مزيف موته بقاله 20 سنة، وكل السجلات اللي محفوظة عنه اتمسحت تلقائيا. وبتفهمهم سمر إن الشخص اللي قدامهم ده مش سهل نهائي لأنه كان مسؤول عن موت 6 من أصل 9 من عملائها السريين، وده معناه إنه شخص عديم الرحمة ومتمكن جدا من اللي بيعمله، ومن الآخر كده بتعتبره أخطر رجل قابلته في حياتها كلها. وقبل ما تمشي بتاخد معاها جون وتوم لوحدهم، وبتفهمهم إنهم حاولوا سنة 1995 يقتلوه، لكن وقتها محدش قدر يوصله نهائي، فساعتها تواصلوا مع المخابرات الروسية وفضحوه على انه عميل مزدوج، وخطتهم فعلا نجحت، وخلوهم وقتها يتخلوا عن جريجور اللي كان بالنسبة لهم افضل عميل ليهم، وقدروا يكسبوا ثقة الروس لفترة من الفترات، لحد ما فجأة جالهم معلومة ان الروس اغتالوه، لكن بعدها بفترة ظهر تاني، ومن ساعتها بقى وهي عارفة انه زيف موته طول المدة دي كلها، ده غير انها ما بتبقاش عارفة مدى خطورته دلوقتي ولا المصادر والمعلومات اللي معاه ومين اللي بيساعده، وعلشان كده بتطلب من جون انه يشتغل على انه يعرف كل الكلام ده قبل ما ينفذوا اي حاجة، وبتخلي توم يكون مسؤول عن معرفة الشخص اللي هيشتري من جريجور السلاح ويجمع أكبر قدر من المعلومات عنه. المهم على الجانب الآخر جريجور بيكون وصل لأوكرانيا وهو معاه السلاح البيولوجي في إيده، فبيقرر إنه يختبر مدى قوته، وبيروح لقرية صغيرة كده في وسط المدينة، وبيبدأ بقى يجهز السلاح، وبيخلي 2 من رجالته يحطوه على العربية بتاعته ويشغلوه ويلف بيه حوالين القرية،
وساعتها بيطلع منه هواء محمل بالبكتيريا والفيروسات المميتة، واخطر ما في الموضوع انه ما بيبقاش ليه لا ريحه ولا لون ولا شكل، ولما بيخلصوا وبيمشوا بيبقى شايفهم جريجور من بعيد، وما بيعديش لحظات حرفيا واهالي القريه والاطفال بيبداوا يموتوا واحد ورا التاني بشكل مأساوي جدا. وفي وقت بقى ما سبينكز بيكون بيتفرج على التلفزيون بيلفت انتباهه قناه اخباريه كده بتتكلم على اللي حصل في القريه دي، واول ما جون بيشوف بعينه اللي حصل بيستنتج فورا ان الفعل ده بسبب جريجور لما جرب السلاح، وتشان وقتها بتفهم ان اللي عمله ده كان مجرد استعراض علشان يوري مدى فعاليته لأي حد مهتم بالسلاح ويسرع من عملية شرائه، وعلشان يتم استخدامه بشكل فعال أكتر وينتشر على مستوى كبير بيكون لازم إن جزء من الفيروسات اللي بيحتوي عليها يتصنع داخل قنبلة معينة، وبيبقى معروف عن 2 بس بيعرفوا يصنعوا النوع ده من القنابل، وهم عدنان حمصي، لكن ده مستبعد لأن جريجور مش هيخاطر بنفسه ويروح لسوريا ومناطق الحرب، وشخص تاني كده اسمه طارق، وده اللي بتكون الشكوك عليه أكتر لأنه ساكن في روما بشكل طبيعي. فعلى طول بيسافروا كلهم لروما وبيقدروا يحددوا مكانه وبيشوفوه هو بيتمشى مع الحارس بتاعه، فبيمثل جون انه واخد تشان وماشيين من نفس الشارع وهم سكرانين، وسبينكز وقتها بيروح بعربيته في اتجاههم، وتشان بتطلع من معاها صاعق كهربائي بتصعق بيه الحارس، وبياخدوا طارق بسرعه جوه عربيتهم وبيهربوا من المكان. بيدخلوه بقى المكان مهجور علشان يستجوبوه بخصوص السلاح البيولوجي، وبيوروا له صوره لجريجور، فبيعرفهم انه عميل عنده صنع له جهاز بيحول السائل لبخار علشان يكون سهل الاستنشاق، وبيصارحهم بان هي دي شغلانته انه يصنع الاسلحه والقنابل اللي بتطلب منه، لكنه مش مسؤول عن الشخص اللي بيشتري، سواء بقى هيستخدمه في الخير ولا الشر ده شيء ما يخصهوش. ساعتها بتوري له تشان بث مباشر على تليفونها لقناص من الفريق وهو بيراقب بيته من بعيد، واول ما بيشوف مراته وابنه بيخاف جدا، فبيعترف وقتها بكل حاجه وبيقول لهم انه سمع جريجور بيتكلم عن مقابله حددها مع شخص روسي اسمه فوسكي هيبيع له جهاز عباره عن مروحيه مساعده علشان يقوي من السلاح نفسه، وبيديلهم العنوان اللي سمعوا من جريجور، فساعتها بيشكروه وبيطلعوه من المكان، لكنهم بيقتلوه بقنبله متفجره. المهم تاني يوم بيروحوا للعنوان اللي قال لهم عليه طارق، وجون وهانك بيروحوا من الباب الخلفي للمبنى وبيطلعوا لشقته عن طريق فتحة السقف من غير ما حد يشوف، وبيبدأوا بقى يستكشفوا المكان لحد ما بيلاقوا الجهاز، وساعتها بيبدأ جون يصوره من جميع الاتجاهات، وكان مبهور وقتها جدا من حجمه وشكله. لكن في اللحظة دي تشان بتشوف فوسكي ومعاه 2 من الحراس كانوا راجعين لبيته، فبتحذر جون وهانك وبتطلب منهم يطلعوا بسرعة من المكان، وأول ما بيسمعوا صوت حد جاي عليهم بيركب هانك كاميرا مراقبة صغيرة بسرعة، وبيقدروا يهربوا بعد كده قبل ما يدخل فوسكي عليهم. بيفضلوا بقى مستنيين في العربية اللي جنب بيته دي لحد ما بيدخل عليهم الليل، وفجأة بيشوفوا عربية سوداء ركنت تحت بيت فوسكي وبينزل منها جريجور وبيدخل لبيته، فوقتها هانك بيكون عاوز ينزل يقتله لكن جون بيمنعه وبيطلب منه يلتزم بالخطة، وبيفتحوا بقى كاميرا المراقبة اللي ثبتوها، وساعتها بيشوفوه هو بيتكلم مع فوسكي، وبيروح بعدها يتأكد من المروحية اللي جابها له، وبنعرف ان تم برمجة موقع الهدف على المروحية، وبيقول له ان مداها فعال لحد 3 كيلو و200 متر، وبمجرد ما يحطها في المكان المحدد ويدخل كلمة السر هتبدأ تشتغل خلال 5 دقايق بالظبط. في اللحظة دي بيلاحظ جريجور ان التلفزيون بيحصل فيه تشويش بالرغم من ان الإشارة قوية، فبيبدأ يدور في المكان لحد ما بيلاقي السبب الرئيسي، وهي الكاميرا الصغيرة اللي ثبتها هانك في المكان، فبيشيلها وبيكسرها برجله، وطبعا وقتها بيشك ان فوسكي بيغدر بيه، ومهما حاول يبرر لنفسه ويقول انه ما يعرفش اي حاجة بخصوص اللي بيراقبهم ده ما بيصدقهوش، وبحركة سريعة بيطلع جريجور مسدسه وبيقتل ال2 حراس، وبيضرب فوسكي طلقة في رجله وبيعدمه العافية. فساعتها بيخاف فوسكي لدرجة انه بيطلب منه ياخد المروحية ويمشي من غير ما يدفع له حتى، لكن برضه وقتها بيخلص عليه وبيتصل بالمساعدين بتوعه يطلعوا له، وبينزل بعدها يدور في المكان كله، فبيفهم جون ساعتها انه بيدور عليهم، وبتنزل تشان تستخبى علشان ما يشوفهاش، لكن بالنسبة لهانك اول ما بيشوف مساعدينه نازلين بالمروحية وبينقلوها ما بيقدرش يستحمل اكتر من كده، وفجأة بينزل من العربية وبيشتبك معاهم في اطلاق نار، وبيقدروا فعلا يقتلوا واحد من المساعدين وقتها، لكن جريجور بيركب الشاحنة وبيهرب بسرعة، بس طبعا وراه على طول جون وهانك بالعربية وبيحاولوا يحاصروه بأي طريقة لكن ما بيقدروش، وبيفضل ماشي بقى بثبات انفعالي رهيب جدا لحد ما بيشوف قدامه مطعم صغير وبيدخل فيه بالعربية، وبيستغل الفرصة في انه ينزل ويجري لحد ما يهرب، وللأسف وقتها جون وهانك ما بيقدروش يعرفوا مشى من انهي اتجاه. المهم تاني يوم بيروح جون يقابل سمر وبيتمشى معاها،
وبيقول لها انهم للاسف ما قدروش يحتجزوا جريجور وكشف وجودهم كمان بسبب غلطة عملها هانك، لكنهم قدروا ياخدوا المروحية، ولقوا كمان في شقة فوسكي دليل انها واحدة من اصل 4 مروحيات، وشاكين ان ال3 التانيين مع جريجور، وهو كان عاوز الرابعة علشان خطته تكمل. وبيقول لها انه لما فتح ملف جريجور وقرا عنه لقى ان في شخص مجهول كده اسمه سيرجي، المعلومات عنه قليلة جدا، فبتقول له ان الشخص ده مساعد جريجور من زمان، لكنهم اتخلوا عن بعض وتعين من قريب كوزير داخلية في بلده. في اللحظة دي بنرجع بالزمن لورا 2 أسبوع بالظبط، وبنشوف جريجور وهو عند سيرجي بيتكلم معاه بخصوص السلاح، ولما بيختلفوا مع بعض جريجور بيقتله وبيمشي كأن ولا أي حاجة حصلت. بتلاحظ بقى سمر وهي ماشية معاه انه عاوز يتكلم بس متردد، فبتسأله عن اللي بيفكر فيه بالظبط، واول ما بيجيب لها سيرة جريجور بتقوله ان في اول مسيرتها كانت في مهمة لتشويش سمعته، وقدرت بطريقتها انها تتواصل معاه وتعرفت عليه، وبتعترف له انه مع الوقت والكلام ما بينهم كونت ناحيته مشاعر ووقعت في حبه، لكن ما قدرتش تكون معاه ومشت على طول. المهم يعني بعدها بيرجع للمركز وبيلاقي هانك متعصب وناوي انه يمشي، فبيهديه وبياخده معاه لتوم يعرفوا عليه، وهناك بقى بيفرح جدا بانه جاب زميل ليه وبيقعدوا يتكلموا سوا. بيفتح بقى سيرة ماضي جون، وبنعرف من كلامه ان اهل جون اتوفوا لما كان طفل، وللاسف كان عايش معظم حياته في دار للايتام لحد ما كبر وعرف جون لما كان عنده 9 سنين، ومن ساعتها وهم مع بعض، وبيكون هو من الاخر كده زي ابوه بالظبط لانه اتبناه ورباه وعلمه كل حاجة. المهم بعد كام ساعة كده بيرجعوا مرة تانية هما الاتنين للمركز، وهناك سبينكز بيكون قدر يطلع من المروحية اشارات، خطوط طول وعرض كده غريبة صدرت منها، وبعد ما فك الشفرة بتاعتها قدر يعرف انها اشارات لاحداثيات معينة بتبقى متشابهة مع احداثيات مدينة ايطالية، لكنهم لسه مش متأكدين. وبالنسبة لسمر فبيكون لها وجهة نظر تانية، وهي انه اكيد حاطط هدفه على الروس علشان ينتقم منهم، وعلشان كده بتطلب من توم انه يحاول يتواصل مع اي حد من مدينة موسكو علشان يعرفوهم بالخطر اللي ممكن يتعرضوا له لو كانت نظريتها صحيحة. فلما بيرجع لمكتبه علشان يبدأ يتواصل معاهم بيلاقي ملف غريب كده، أول ما بيفتحه بيتصدم لما بيشوف جريجور كاتب له رسالة تهديد، وكان معاها ملفات وصور بكل معلوماته وعيلته كمان، وبيقول له إنه غصب عنه هيرجع يكون الجاسوس بتاعه في المركز، وأول مهمة بيديها له إنه يرجع المروحية اللي سرقوها منه، ولو رفض بأي شكل من الأشكال وعرف ما يلومش إلا نفسه، وبيلمح إنه هيبعت كل حاجة لسمر ويفضحه. وبنفهم من كده بقى انه كان بيشتغل عنده من زمان. ساعتها اول ما بيشوف سمر ماشيه قدامه بيروح وراها وبيقول لها بخصوص المهمه اللي كلفته بيها عن موسكو. قدر يلاقي شخص اسمه توماس ميلر، ممكن لو قدروا يخرجوه من سجن الشيشان هيكسبوا ثقه الامريكان بما انه امريكي الجنسيه، وبكده ممكن يكسبوا ثقه الروسيين ويتبادلوا المعلومات بكل بساطه. فبتعجبها الخطه وبتكلف جون وهانك انهم يروحوا يستنوه على الحدود علشان ياخدوا توماس ويرجعوه لبلد الام، ومعاهم صور ومعلومات عنه. وبيلاحظ ساعتها جون انه عامل وشم على ايده. في نفس اللحظة دي بتوصل عربية فيها توماس، لكن فجأة واحد بيعتدي عليه من الفريق وبيقتله، وبينزلوا واحد تاني مكانه كده مضروب ومعدوم العافية. وساعتها أول ما جون بيلاحظ إن ما عندهوش وشم على إيده بيلف بحركة سريعة وبيقتلهم كلهم، وبيتصدموا لما بيشوفوا توماس ميت في العربية. لما بيرجع لسمر بقى وبيحكي لها ساعتها بتستغرب جدا، فبيفهمها جون بكل بساطة إن أول مرة يحصل حاجة زي كده كانت وقت ما مارتي عايش وفي المهمة الأساسية، وبالرغم من إنها كانت شديدة السرية ومتخطط لها من شهور إلا إن جريجور عرف بوجودهم. والمرة التانية لما كانوا بيحاولوا ياخدوا توماس ويرجعوه لبلده وبرضه جريجور كشفهم وفشلت الخطة، وبيقول لها إن الوحيد اللي يعرف بالمعلومات دي هو العميل توم، وكان وقتها شاكك فيه جدا. ولما سمر بتوصل الخيوط ببعض بتستوعب إن المرة دي فعلا توم هو اللي اقترح الفكرة دي عليها وقدر يقنعها بطريقته. فلما بتروح لمكتبه مش بتلاقيه موجود ومش بيرد كمان على تليفونها، فبتبدأ تشك أكتر. أما سبينكز فبيقدر يفك شفرة خطوط الطول والعرض اللي شغال عليها، وبيتصدم وقتها لما الإحداثيات بتكون عن مدينة لندن مش موسكو زي ما كانوا متوقعين. وبيكتشفوا كمان إن المروحيات متبرمجة وجاهزة، وكل اللي محتاجاه هو توجيه بشري لمكان إطلاق الفيروس نفسه، وبكده هتتم العملية ويقدر بعدها جريجور يختفي من تاني عن الناس كلها. ومع تحريات سبينكز بيكتشف ان في سفينة كده محملة بحاجات غير معروفة هتنزل في ميناء لندن النهاردة، فبيشكوا فيها وبتطلب سمر منه يبعت احداثياتها وكل المعلومات لجون وباقي الفريق. المهم على الناحية التانية بيبقى جريجور بيحمل المروحيات هناك فعلا من خلال السفينة اللي دخلها للميناء،
وسمر بتبعت فرقة مسلحة لهناك وبتديهم الأمر بإنهم يقتلوا جريجور بمجرد ما يشوفوه، وبعدها يأمنوا ويرجعوا المروحيات للمركز بشكل آمن. وافتراضا إن حصل أي ضرر للمروحيات لازم إنهم يتخلصوا منهم ويدمروهم فورا، لأنهم بيحتووا على فيروسات وغازات قاتلة. وفجأة الفرقة بتدخل للسفينة وبيشتبكوا مع رجالة جريجور، أما هو فبيروح مع واحد من رجالته على مركب صغير لحق يحمل عليه مروحية، وباقي الرجالة وراه على مركب تاني بيحموا ظهره وبيحاولوا يعطلوا الفريق بأي طريقة. لكن جون وهانك بيتدخلوا في اللحظة المناسبة وبيبدأوا يضربوا عليهم نار بكميات كبيرة جدا، وكانوا حرفيا بيقتلوا فيهم واحد ورا التاني. لكن للأسف جريجور بيكون قدر يعدي من تحت الجسر قبل ما يقفل وبيتجه ناحية النهر. وقت بقى ما تشان بتكون بتراقب الوضع من بعيد بيجي لها توم من وراها وبيثبتها بالسلاح وبيخليها تركب عربيتها وتنفذ كل اللي يقول لها عليه. بس وقتها بحركة سريعة كده من غير ما ياخد باله بتتصل بجون، وأول ما بيرد عليها بتبدأ تتكلم مع توم وتقول له يرجع عن اللي بيعمله ده وهم هيساعدوه، لكنه بيرفض. وأول ما بيوصلوا للمكان بيطلب منها تنزل تمشي وتدخل جوه، وبيقوم قاتل نفسه. فبتدي لجون عنوانها علشان يروح لها على طول، وبتلاقي ساعتها نفسها دخلت لمستودع غريب. وبعد لحظات كده بيدخل جريجور ورجالته وهم بيحملوا الصندوق الضخم، فبتستخبى جوه باص، لكن بالصدفة الباص ده بيدخل جريجور فيه المروحية وبيسوق وبيمشي. فساعتها بقى بيحاولوا يتعقبوا تليفونها بس مش بيقدروا، فبتقول لهم انها ماشية من شارع فيه تمثال مميز، فبيعرفوا المكان على طول وبيروحوا لها بسرعة. في الوقت ده جون بيقرر انه يشتبك مع جريجور وبيطلع من شباك عربيته وبيضرب عليهم نار وبيحاول يعطلهم. واول ما هانك بيقرب من الباص بيضرب نار على الازاز بيكسره، وبيدخل جون جوه وبيهجم عليهم، ووقتها بيديله الاشاره وهانك بيقتل السواق. وبسبب اللي حصل ده العربيه بتتقلب، لكن تشان بتلحق نفسها وبتطلع من الشباك في الوقت المناسب. لكن هانك بقى بيختل توازنه وعربيته بتتقلب هو كمان. اما جون فرغم الاصابات الخطيره اللي تعرض لها بسبب الاشتباك والحادث، الا انه بيكمل لحد ما بيوصل للمروحيه وبيرمي ناحيتها قنبله بسرعه. وقبل ما جريجور يضرب عليه نار ويقتله، هانك بيوصل في الوقت المناسب وبيسحبه بعيد. وساعتها جريجور بيفتح اللابتوب وبيشغل المروحيه وبيفعلها، لكن القنبله بتنفجر فيه وبيموت اخيرا. والفرقه المسلحه بتوصل وبيدمروا المروحيه قبل ما تشتغل على اخر لحظه، وبينقذوا المدينه والعالم كله من الكارثه اللي كانت هتحصل. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.